دقيقة نفهم ايه هو اكبر اختلاف ما بين ولاد العم. انا طبعا ما اقصدش ولاد العم اللي ما يتسموش، انا اقصد ولاد العم اللي في شغلانتنا، الاستانلس والالومنيوم. تعالوا نعرف ايهما افضل وكمان نعرف مميزات وعيوب كل واحد فيهم. الاستانلس ايه هي مميزاته؟ ان هو معدن صحي 100% وما بيتفاعلش مع الاكل نهائي، زائد لو احنا اشترينا ماركه كويسه هتفضل بتلمع وهيفضل مظهره كويس قوي، زائد ان الاستانلس من اكتر اللطقم اللي بتعيش معاكي عمر طويل جدا، عشان خاطر كده بينزلوا عليه ضمان 25 سنه، زائد ان هو اكتر معدن صلب، عشان كده هو اكتر معدن مقاوم للخدش. كمان صعب جدا ان احنا نلاقي حله استانلس لو وقعت ممكن تتطب، زائد ان هو سهل قوي في التنظيف. وكمان الاستانلس من اكتر المعادن اللي هي ما بتكونش بكتيريا نهائي. بس الاستانلس ليه مواصفات واحنا قلناها في فيديوهات كتير قوي وهنأكد عليها تاني. اهم حاجه نبص عليها واحنا بنشتري طقم استانلس ان تكون القاعده بتاعته من تحت تكون سميكه، ودي مهمه جدا. طب ليه؟ ان هي المسؤوله الاولى عن توزيع الحراره. طول ما القاعده دي كويسه وسمكها حلو هي بتوزع حراره حلوه قوي، فبالتالي الاستانلس هيبقى عمره اطول. زي ما انتم شايفين كده لازم نشتري الاستانلس يكون مختوم من تحت 18/10. استانلس يا جماعه مش مهم صناعته ايه، المهم ان هي تبقى مواصفاته ناجحه. 18/10 والجوده بتاعته 304. زائد بقى ان ممكن نلاقي ايد ذهبي وايد سيلفر. في الحالتين اليد بتبقى ستانلس اصلي 100%، بس ممكن الذهبي مع العمر الطويل لو براند كويس يروح، لكن دي حاجه ما تقلقناش قوي. ممكن الناس تشتري الذهب ومع الوقت يده تبقى عادي ترجع سيلفر، فهي تستفاد من الناحيتين. طب ايه هي بقى عيوب الاستانلس؟ من عيوب الاستانلس لو احنا ما رعيناش ان احنا نشتري القاعده سمكها سميك وتخين، هتلاقي ان توزيع الحراره بتاعه وحش جدا، فبالتالي هيحرق الاكل وهيلسع الاكل وهيبدا يعمل نقط من جوه بيضه او يعمل الوان الطيف. كمان ان من عيب الاستانلس ان ما ينفعش نعمل فيه الاكل ونقوم رايحين حاطينه في الثلاجه وسايبين الاكل فيه في الثلاجه فتره طويله، بالتالي الاحماض والاملاح اللي في الاكل هتبدا تاثر في الاستانلس وهتغير لونه برضه. كمان ان الاستانلس لو احنا ما جبناش المعيار بتاعه كامل، يعني احنا لو جبنا حله وحطينا فيها شويه قليلين بس، هيبدا اللون اللي فوق ده هيبدا يسود ولونه يتغير، لانه ما بتلاقيش حاجه او سائل يوزع فيه الحراره. تعالوا بقى نروح نشوف الالومنيوم. الالومنيوم ايه مميزاته وايه عيوبه؟ من ضمن مميزات تطقم الالومنيوم ان هي حلوه قوي في توزيع درجه الحراره حتى لو القاعده بتاعتها قليله، عشان كده الالومنيوم بتبقى حلوه قوي في عمايل البيتزات والكيكات والمعجنات، زائد ان سعره حلو قوي وبيناسب كل الفئات. كمان عكس الاستانلس، يعني وزنه بيبقى خفيف، ما بيبقاش بالتقل اللي انتم بتشوفوه في الاستانلس. زائد ان الالومنيوم لما بيكون بيور 100% مستحيل يصدي. كمان ان الالومنيوم ينفع يتعمل فيه كل انواع الاكل بما فيهم الرز وغيره والطبيخ، كويس قوي وحلو قوي في توزيع الحراره. ايه بقى عيوب الالومنيوم؟ ان هو لو مش اصلي وبيور 100% بيتفاعل مع الاحماض زي الخل والليمون والطماطم، وده بيأثر وبيتفاعل في ايه في حاله الالومنيوم؟ ان الالومنيوم يا جماعه اللي مش بيور بيبقى مضاف عليه رصاص ومواد تانية وحشه قوي، فبالتالي الاحماض دي بتتفاعل معاها ويكفينا الشر بتجيب امراض وحشه قوي. زائد ان الالومنيوم غير امن في غساله الاطباق، ولو ما استخدمناهوش كويس هيبوظ بسرعه عكس الاستانلس. علشان كده انا بنصح ان الناس تجيب براند معروف ومن مكان مضمون. قلنا بقى انتم بتحبوا تستخدموا الاستانلس ولا الالومنيوم؟ السلام عليكم.